ما هي قصة فندق عثمان بن عفان بجوار المسجد النبوي؟ هل كان لديه ورثة يبنون هذا الفندق باسمه؟ بعد الهجرة وزيادة المسلمين زاد الاحتياج إلى الماء. كان بئر روما من أكبر الآبار بالمدينة، يملكه يهودي كان يبيع الماء، ولما علم عثمان بالقصة ذهب ليشتري منه البئر، لكن اليهودي رفض أن يشاركه، فوافق أن يكون لليهودي يوم وعثمان بن عفان يوم، على أساس أن عثمان تاجر شاطر وسيرفع سعر الماء. لكن حصل العكس، قل الطلب على الماء، فتعجب اليهودي وبحث عن السبب. اكتشف أن يوم عثمان عمل لوجه الله، فأصبح الناس يشربوا يوم عثمان ولا يذهبون يوم اليهودي. فشعر اليهودي بالخسارة وقال لعثمان اشتري البئر كله، فوافق عثمان واشتراه وجعله لوجه الله. بعد فترة جاء أحد الصحابي عرض على عثمان أن يشتري البئر بضعف سعره. عثمان قال اعرض أكثر، حتى وصل 9 أضعافه، فرفض. فاستغرب الصحابي، قال لا يوجد مشتري غيري، من سيعطيك أكثر مني؟ قال أعطاني الله الحسنة ب10 أمثالها. وبعد فترة من الزمن أصبحت النخيل تنمو حول هذا البئر، فاعتنت به الدولة العثمانية، وبعدها جاءت الدولة السعودية وزاد عدد النخيل ما يقارب 1550 نخلة، وانضمت لوزارة الزراعة ليباع بالأسواق، وما يأتي منها من إيراد يوزع نصف على الأيتام والمساكين، والنصف الآخر في البنك باسم عثمان بن عفان. أصبح المبلغ اللي في البنك كافي لشراء قطعة أرض بجانب الحرم النبوي. تم بناء عمارة فندقية يتم تأجيرها لشركة فندقية من فئة ال5 نجوم، ومن المتوقع أن يأتي بإيراد سنوي يقارب 50 مليون ريال سعودي، نصفها للأيتام والنصف الآخر في حساب عثمان. والجميل في هذه القصة أن الحساب بالبنك باسم عثمان بن عفان إلى الآن. سبحان الله، هذه تجارة مع الله بدأت واستمرت طوال 14 قرن. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق، ورفيقي في الجنة عثمان.